قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعمنا بلايك للفيديو لكي نستمر بنشر المزيد. أخوكم فواز التعكري برعاية شيلان الفخامة. يا سواق، اقول لك كم وقت نوصل للتعكري؟ ان شاء الله يومين. يومين ايش؟ سوق امه ايش اليومين؟ اطلع لي طيران احسن. قال يومين. أعزائي الحضور، أدري وأعلم أنكم جئتم إلى هنا لتعرفوا من هو الشخص الذي يتعب ويسهر من أجلكم ولا يحب الظهور إعلامياً ولا المفاخرة بنفسه. أكبر همومه هو خدمتكم أنتم من أجل أن تعيشوا في نعيم أنتم وأولادكم وتستثمروا أموالكم في المكان الصحيح. ولأول مرة يظهر للعيان، رحبوا معي برجل الخير، برجل العطاء، الأستاذ فواز التعكري. الحمد لله. ما عرفتنيش؟ من؟ أنت الذي اشتريت لابي سيارة عسبة توصلني المدرسة. ايش فيش تبكي؟ لكن ريبة على السيارة. خلاص انا بشتري ليش احسن من الاول. يلا. أهلي كلهم بيحبوك وأنا أحبك يا عم فواز يا من. لا تنحني، الخضوع لله فقط. صافحني يدا على يد، احنا بشر ولا لا يا اخواننا؟ قم. انا ابوك. أبي في البيت. قم قاموا زورك. قم. الحضور جميعاً، قبل كلمة الأستاذ فواز لأول مرة في التاريخ يتم عرض ريبورتاج حي من أجل المصداقية. ها هو يكلمكم بنفسه، فليتفضل الأخ عبد الله أزهر. طبعا هذا أنا. وفي خلال 3 أسابيع فقط. شوفوا الفرق بين الصورتين. هذا عندما استثمرت مالي القليل. طبعا الفضل، كل الفضل يعود للأستاذ فواز التعكري. الفضل لله الواحد القهار. احنا هان الله سبب بس. يا جاحد خرجوا هذا من هنا. أقول لك الرجال شكله صادق، والله إنه صورته ترحيم. ايش دراك انه يرحم؟ يا ولدي بصر نور الإيمان بوجهه. أتينا جميعاً من أجل هذه اللحظة، فليتفضل رجل الخير، رجل العطاء، الرجل الذي ينام ساعات بسيطة، يحب أن يكون نافعاً، أفنى حياته وهو في خدمة أبناء بلده. فليتفضل الأستاذ فواز التعكري. السلام عليكم ورحمة الله. لا داعي للتصفيق والتطبيل، دعونا نعمل جميعا من أجل استثمار أموالنا. إخواني يكفي إن إحنا تحملنا الألم والمشقة والتعب
حان الوقت لنعيش أبناءنا في راحة وفي نعيم ويذوقوا ترف الحياة الذي انحرمنا منها. تفضل. لا تسلمي. ضروري تشرب. لا تسلمي. ليش؟ أنا صايم. صايم. الله يسامحك، أفشيت سرا بيني وبين الله. سارعوا بأي شيء تمتلكوه، ويفضل المال والذهب، والسلام عليكم ورحمة الله. حماري يا حماري، انا افدالك. هيا ننزل عند التعكري، قال عي يزوجك ويأكلك ويشربك وتصرف علينا. هتصرف علينا يا حماري واحنا مفتهنين. هيا نزلنا عند التعكري، يلا هيا. يا استاذ، الحمار قد الدليل والحمار حقي تستثمري عنده، تمام؟ وانا نازل قلت لا طلع لي المكتب حقكم هذا، اطلعه الا لا اطلعه. يلا تعال كريم، هذه شنطة متروسة فلوس مليانة. مليانة وبيننا آخر الشهر. وهذه تنك التمر استثمرها بطلب الله. شيل التمر يا أبو. شلها، ما هذه شلها، ما شاء الله عليك، والشنطة ماشي. هات. وينو هذا؟ عايز يكمل عمله؟ عايز يركب الطوال؟ ولا خلاص شل زلطه ويلا؟ فواز قال لا يشطب من ظهر الحمار حقي، قال لي استثمري ودغمر، استثمري واجلسي. أنا قال لي فلوسك تلتقي، ما قال لي فلوسك تختفي. وانا بنزل جنبيها حق ابي، الشيء حق ابي الجنبي هذا الحين. موفي يا والد موفي، اقسم بالله اننا نعرف هذا الرجال انه مسكين طيب ويرحم. يا ابويا معك تنكة تمر وسوي فيها زحمة، أغير ملامح وجهك أنا ولا إيش؟ انا داري انه مش صدقوا. شطا يا تعكلي هيا قد الناس جو يشتروا حقوقهم. ايوه انا داري انهم عيجوا وانا مريح لهذا اللحظه. هيا نخرج ننكرهم، ولا الدوريات ولا معاهم اي حق. الا معاهم حق، ولو جيت لهم بالصميم حيشيلوا حقهم ويقلعوا عينك. كيف نفعل؟ مثل ما قلت لك، قم. هيا شفتوه فواز ولدي كيف قدوه، جننوه، سحروه، وغادروه، وهددوه، كل شيء حد. الآن بين أدور أعالج ابني، بين أدور أعالج. أنتوا عارفين ليش أنا وفواز جينا نحرس في الفيلا هذا؟ علشان فواز ترجع لها الذاكرة. بنخلي فواز يجلس في الليل لحاله في هذا الفيلا علشان يحس بالفقراء والمساكين والضعفاء في خدمتكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن الصبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. ان الحمار حقي قدو مسحور،
الحين الحقيقة بهجن. ها؟ العسير عين لي شيخ. وين ال2000 حقي يا فواز؟ خليتني أحب يدك وخليت أهلي يحبوك وهم والله ما يعرفوك. تسوقوا هم تقولوا مسحور، يعني فلوسي بح. طيب جيبوا لي واحد يقرا عليها اقل حاجه يطلع لي حق المواصلات، انا جاب امي هنا. رجعوا كلهن عندي حقيقة أنا كالتمر. أي عندي لك في رمضان. كان أقول لكم والله إنه يرحم. يلا من هنا. قدرت تكذب عليهم لكن صعب تكذب على الله. شليت حقهم وحرمتهم من حقوقهم عشان تعيش أنت وتعيش أولادك. حرام في حرام. لو تفكر كم بتعيش في الدنيا ما دامتش لكم من متجبر عادي بقدم لك. نسيت قول الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فما بالك ومالك كل حرام. قل لي كيف أتوقف أمام الله؟ أنت داري الحين يا فواز، أنت ما تملك كله ملك لأبيك.